السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أكلة بسيطة وسهلة جدا لو مش عارفة تعملي أكل إيه، وبطلنا الحاجات المضرة وبدأنا نعمل المفيد. تعالي بقى لما أقولك على أكلة سهلة جدا ومن ضمن المسموحات للدكتور ضياء العوضي الله يرحمه. عندنا هنا البطاطس المحمرة، وعندنا الجبنة الموتزاريلا، وعندنا بعض الصوصات كده حاطينها عشان الطعم بس، وطبعا احنا هنمشي واحدة واحدة كده. تمام. كان عندي حتة كبدة كده بسيطة شوحتها، وحطيت عليها يعني فلفل بسيط خالص كده. عندي هنا بطاطس محمرة في صينية كده. بدأت ان انا احط البطاطس، هنزل عليها بصوص الباربيكيو والمستردة. تمام. مطعمات كده. هنزل بقى بالجبنة الموتزاريلا، او لو متاح عندي الجبنة شيدر يكون افضل. انا المتوفر عندي دلوقتي جبنة موتزاريلا طبيعي، مش اللي هي نبات الدهن. تمام. نخلي بالنا من الحاجات دي علشان بطننا يعني ما توجعناش. عندنا هنا حطيت هنا ميكس جبن، برضو ميكس جبن طبيعي من الشيدر والموتزاريلا. وبدأت ان انا احط الكبدة، هي الوصفة الأصلية عليها لحمة مفرومة، بيكون لحمة مفرومة لكن اللي هي المعصجة. تمام. أنا حطيت هنا البديل، حطيت كبدة المتوفر، وطبعا طلعت جميلة جدا بسم الله ما شاء الله. تمام. هبدأ كده أسويها بالشكل ده، وأحطها بقى في الفرن تحت الشواية. احنا مش محتاجين أي حاجة غير إن الجبنة تسيح. نزلت هنا بشوية كده من المستردة. يلا على الفرن. هدخلها بس تاخد ايه، الجبنه تسيح شويه كده، وطلعت بسم الله ما شاء الله. شايفين الجبنه سايحه وجميله وطعمها حلو وبسيطه وسهله وبتتاكل من غير عيش. يعني تحطي القطعه كده في طبق وتاكلي كده بالشوكه. بسم الله ما شاء الله، طعمها تحفه. جامعه بين البروتين، وجامعه بين الجبن ميكس الجبن، وجامعه بين ومع البطاطس. تمام. شايفين بسم الله ما شاء الله، تحفه. سهلة وبسيطة وخفيفة على المعدة. ونبتدي ان احنا يعني نطبق النظام شوية بشوية لحد ما صحتنا تتحسن ان شاء الله، ويكون حاجة كده مفيدة ومش مضرة. تمام. وبارك الله فيكم. شايفين بسم الله ما شاء الله، حطيناها بقى في الطبق، حتى شكلها شيك، يعني شبيهة بالبيتزا، بس حاجة صحية ومفيدة وما تضرناش. وبالهنا والشفا ليكم، وبحبكم في الله، والسلام عليكم ورحمة الله.